نبدأ بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد انتهاء انمي سلايم، أيوة يا جماعة الانمي خلص، لخصت الموسمين اللي نزلوا منه بالتمام والكمال، ولسه لم يتم الإعلان عن الموسم الثالث، وبالطبع أول ما ينزل هكون أول واحد يلخصه. والفيديو ده هنقدم كل الملخصات اللي نزلتها عن الانمي العظيم البطل سلايم، فما تنساش تعمل لايك، ولو دي أول مرة ليك اشترك في القناة، ويلا نبدأ. بتبدأ قصتنا مع ساتورو، إنسان عادي موظف في شركة هندسية لعمل الطرق، وصل سنه ل 30 وما زال كحيان ومعرفش بنت واحدة في حياته. بيقابل في طريقه زميله في الشغل اللي اتعرف على واحدة وهيتجوزها قريب، بيمشي معاهم شوية لكن فجأة واحد ماسك سكينة بيجري على زميله. ساتورو بيزقه يقف قدامه وياخد هو الطعنة والدم يبدأ ينزل منه، لكنه كل ما يفكر في حاجة بيسمع صوت غريب شبه الكمبيوتر. كان حاسس بنزول الدم الساخن، فالصوت بيقول تم اكتساب مهارة مقاومة الحرارة، وقبل ما يموت كان بيقول يا ريتني اتعرفت على بنات، والصوت بيقول تم اكتساب مهارة المفترس. الحتة دي قتلتني من الضحك. وفي الاخر ساتورو بيموت، لكنه بيصحى وهو مش شايف اي حاجة، مش لاقي ايدين او رجلين، لكنه حاسس انه بيقدر يتحرك وجسمه بيتهز. فاكتشف ان هو سلايم وقال يبقى اكيد انا مت وانتقلت لعالم تاني، وده هو شكل الجديد، واكن ده شيء عادي عندهم. بيبدأ يتمشى في المكان اللي هو فيه، وبقى سامع صوت الكمبيوتر اللي بيزوده معلومات عن اي حاجة هو عايزها. بيقف فوق نبات ويسأل عنه، بيقول له ده نبات علاجي ممكن تستخدم قدرة المفترس وتاكله وتحوله لدواء، وبرضه عندك قدرة النسخ فتقدر تنسخ الدواء لكذا نسخة. كمل في الكهف ولقى حجر سحري فقال ما يضرش، وبدأ ياكل في اي حاجة يلاقيها في وشه، واكتشف انه يقدر يعوم وكمان مش بيحس بالألم، لكنه بيسمع صوت ويحس قدامه جسم ضخم. بيبدأ يتكلم مع الكائن ده اللي بيقول له اول مرة واحد يقف قدامي من غير ما يخاف ويهرب. قال له ما هو انا اساسا مش شايفك، ما عنديش عيون. قال له خلاص هعلمك ازاي تشوف، لكنك لازم توعدني انك تتكلم معايا. انا تم ختمي هنا من 300 سنة ومن ساعتها ما اتكلمتش مع حد. سلايم بيوافق والكائن بيعلمه يشوف الجزيئات السحرية واللي بيها قدر يشوف اللي حواليه. لقى نفسه جوه كهف، لكنه لقى الكائن اللي قدامه عبارة عن تنين ضخم. بيقول له انا واحد من التنانين الاربعة واسمي فلدورا، لكن انت فريد من نوعك. سلايم المفروض هو كائن ضعيف ملهوش تفكير ولا ارادة، لكن واضح ان عندك وعي. قال له انا في الحقيقة انسان من عالم تاني، لكني مت وتم احيائي في العالم ده. قال له ده نادر جدا، في هنا في عالمنا ناس بيسموا العابرين، ودول بيجوا من عالم تاني، بشري بيجي كبشري، ودول بيكسبوا قدرات خاصة زيك بالظبط. وانا تم ختمي لان وانا قاعد في امان الله بحرق في قرية وبقتل في الناس، جت بطلة منها لله حاربتني وقدرت تحبسني جوه حاجز، وفضلت هنا لمدة 300 سنة. والبطلة كانت بتسمي نفسها المستدعاة. وفي عالمنا ممكن تستدعي حد من عالم تاني، لكن ده بيحتاج 30 ساحر على الاقل، وبيكون لهدف محدد وهو تكوين اسلحة قوية. سلايم بيقول له بقالك 300 سنة هنا، انت صعبت عليا، تعال نكون اصدقاء. والتنين لان مفيش حد غير سلايم قدامه فبيوافق. التنين بيقول له انا اتفاضل 100 سنة واموت، لان الحاجز بيستهلك السحر بتاعي، والسحر ده هو اللي كون النباتات والصخور وكل الحاجات الحلوة اللي انت شايفها حواليك. سلايم بيقول له عندي فكرة، ايه رأيك اكلك بالحاجز اللي انت فيه، وممكن بمرور الزمن اقدر احلل الحاجز وتقدر تخرج منه. التنين بيقول له مش فارقة، كده خسرانة وكده خسرانة، انا موافق، ومكافأة ليك هديك اسمه هيتزرع جوه روحك، وانت كمان اديني اسم. سلايم بيديله اسم تمبست وده معناه العاصفة، والتنين بيسميه ريمورو وبيبقى اسمه ريمورو تمبست على اساس ان هم اخواته كده. وسلايم بياكل الحاجز بالتنين، لكن ده ما كانش سهل. التنين كان موجود في غابة وحوش وكان محوطها بحاجز، ومع اختفاء التنين الحاجز اتشال، وده اللي حس بيه كل الوحوش وكمان البشر. وفي نقابة للمغامرين قررت تبعت ناس عشان يشوفوا ايه اللي حصل للتنين. وفي الوقت ده سلايم كان فاضي فكمل هواياته في اكل كل حاجة تيجي في وشه، وقابل وحوش كان بيقدر يقتلها وبعدها بياكلها، وبكده بياخد اي قدرة عندها. فخد مهارة السم من الثعبان والخيوط من العنكبوت والجسم الصلب من الكائن اللي شبه السحلية ده، وفي الاخر اكتسب الموجات من الخفاش واللي بيها قدر يخرج صوته ويتكلم. وبعد شهر جوه الكهف بيقدر يوصل للبوابة، وحظه ان ساعتها المغامرين وصلوا وفتحوا البوابة، استخبى ورا عمود لحد ما دخلوا، وساعتها طلع يجري لبره ولقى نفسه وسط غابة، وما عداش يا دوبك 5 دقايق ولقى قدامه قبيلة من الجوبلينز، لكن باين ان الزمن جاي عليهم وظروفهم صعبة، عندهم سوء تغذية. بيقولوا له باين عليك القوة وعايزين مساعدتك. قال لهم مين ده اللي قوي؟ انا يا بنتي. قالوا له طبعا، وعاوزينك تيجي معانا لشيخ القبيلة. بيروح لشيخ القبيلة اللي بيقول له احنا قادرين نشوف الهالة اللي خارجة منك. سلايم بيخلي الكمبيوتر يوريه نفسه وبيلاقي هالة شريرة خارجة منه. بيقول احيه، هما كلهم كانوا شايفين ده؟ وبيقدر يقلل
للهالة. الجوبلينز بيطلبوا منه انه يساعدهم في المواجهة مع الذئاب اللي من ساعة ما حاجز التنين اختفى وهم ما وراهمش غيرهم وعمالين يقتلوا في افراد القبيلة. وكان في محارب واحد من الجوبلينز عنده اسم ومات على ايد الذئاب، والمحارب ده كان ابن شيخ القبيلة. شيخ القبيلة بيقول له لو ساعدتنا هنكون خدم عندك، وسلايم بيوافق. بيروح يشوف الجرحى وساعتها بيستخدم الدواء اللي كان عمال يجمعه بقاله شهر، والدواء عالجهم في خلال ثانية من كل الجروح، وبيخلي الجوبلينز يتجهزوا بالسهوم. وبالليل الذئاب بتهاجم مع قائدها. سلايم والجوبلينز بيتصدوا ليهم وبيعمل خيوط قدام البوابة بتقتل اي ذئب يقرب منه. قائد الذئاب بيهاجم سلايم، لكن سلايم بيعلقه بالخيوط ويفصل راسه عن جسمه قدام كل الذئاب وخصوصا ابنه، ويقول لهم ارجعوا، مفيش امل ليكم في المعركه. بس مفيش واحد منهم اتحرك من مكانه. فجات له فكره، اكل القائد وبعدها تحول لشكله وامرهم ان هم يمشوا. ساعتها كلهم ناموا على الارض وقرروا ينفذوا اوامره، والحرب خلصت بفوز الجوبلينز. سلايم جمع الجوبلينز والذئاب وقال لهم الحرب خلصت، ومن النهارده عايزكم تعيشوا مع بعض. كل جوبلين ياخد ديب ويعيش معاه، ولازم تساعدوا بعض في الاكل والشرب واللبس. بس الاول انتم اسمكم ايه؟ وطلع ان مفيش اسامي للوحوش، فقال هسمي كل واحد فيكم رئيس القبيله. قال له متاكد يا ابني؟ سلايم قال له والكل بيفرح. وقفهم قدامه طابور وفضل يسمي فيهم. شيخ القبيله سماه ريجورد، وابنه الصغير هيورث اسم اخوه اللي مات واللي هو ريجور. الكبير ريجورد والصغير ريجور. وخلص تسميه الجوبلينز وجه على الذئاب وسمى ابن القائد رانجا. وقبل ما يكمل جسمه بيبدا يفقد شكله وبيغمى عليه لمده 3 ايام كاملين، لان تسميه الوحوش بيستنزف القوه السحريه. وهو ما شاء الله سمى اكتر من 100 وحش في يوم واحد. بيصحى من النوم بيلاقي بنت جنبه بتقول له هروح ونادي الزعيم. بيقول مين دي؟ انا اول مره اشوف موظف القبيله بنت الكلب دي. بيخش عليه الزعيم اللي اتحول من مريض بالسل للاندرتيكر. بيقول له ازاي بقيت كده؟ الزعيم قال له الوحش لما يمتلك اسم قوته بتتطور. وبيدخل عليه رانجا اللي حجمه زاد مرتين، بيلاقي كل افراد الذئاب اتطوروا مع انه سمى الزعيم بس. رانجا بيقول له تسميتي باسم رانجا خلاه اسم للقبيله كلها، فده خلاهم كلهم يتطوروا. قال له كويس وفرت. وراح جمع كل الجوبلينز والذئاب وقال لهم احنا دلوقتي عددنا كبير، ففي 3 قواعد هنمشي عليهم. اول حاجه ممنوع قتال البشر، تاني حاجه ممنوع القتال ما بيننا، تالت حاجه ممنوع التقليل من شأن الاجناس الاخرى. وشيخ القبيله ريجورد بيعينه حاكم للجوبلينز. وبدات القريه تشتغل في الصيد والزراعه، لكن ولا كانوا بيعرفوا يبنوا البيوت ولا عندهم معدات للصناعه، ويا عيني ما كانش عندهم لبس كمان. الزعيم بيقول له في حرفيين مهره موجودين قريب في دوله الاقزام عايشين تحت حكم الملك دراجون، وكمان عايش معاهم الف. سلايم قال له سيبك من الاقزام، متاكد ان في الف هناك؟ قال له طبعا. سلايم قال خلاص هروح هناك واجيب ناس يساعدونا، وكمان ادلع نفسي شويه مع الالف. وبياخد معاه رانجا و4 من الجوبلينز ومعاهم 4 ذئاب، وبيروح على هناك. وفي الرحله بيسال ريجور مين اللي ادى اخوك الاسم؟ قال له واحد اسمه جليمود وده ضابط في جيش ملك الشياطين. قال له بجد؟ هو في ملك شياطين هنا كمان؟ يا رب ما قابله خالص. بعدها بيسال رانجا مش انا يا ابني قتلت ابوك؟ امال مش عاوز تنتقم مني ليه؟ قال له انت اديتنا اسم وعملتنا كويس فاعتبرناه كلب وراح. سلايم قال له اصيل يا ابو رحاب. وبعدها كملوا الرحله لحد باب المدينه واللي تم بناؤه في الجبال. ومن قواعد المدينه ممنوع فيها القتال او قتل اي حد، والكل هناك متساويين، بشر واقزام والف او حتى وحوش. بيقرر ياخد معاه واحد بس من الجوبلينز واسمه جوبتا، وبيسيب الباقي بره عشان ما يحصلش مشاكل. بيقف في الطابور عشان التفتيش وبيلاقي وراه بشر بيقولوا ايه اللي جاب الوحوش الحقيره دي هنا؟ احنا لسه مدخلناش المدينه، فلو قتلناكم مش هيحصل حاجه. وبيهاجموا 5 افراد. سلايم بكل سهوله بيصد ضرباتهم وبيتحول لذئب، وبصرخه واحده بيفقدهم الوعي هم وكل الاشخاص اللي واقفين في الصف واللي مالهمش اي ذنب. الحرس بيجوا وياخدوا سلايم وجوبتا من قفاهم ويرموهم في السجن. وهم في السجن الحارس بيقول لهم جمعنا معلومات واكتشفنا انكم فعلا مش السبب. لكن بيجي واحد للحارس ويقول له 3 افراد المنجم وقع عليهم وعندهم اصابات خطيره وما عندناش جرعات علاجيه. سلايم بيقول لهم سهله، ده برميل كامل من الدواء ممكن تستخدمه. والحارس بيثق فيه وبيتم علاج ال3 واللي ظهر انهم اخوات. الحارس بيشكره ويوديه لافضل حداد في المدينه واسمه كايجن. وعلى سبيل الصدفه الاخوات ال3 كانوا شغالين مع كايجن اساسا، ولما عرف ان سلايم هو اللي انقذهم قال له هعمل لك اي حاجه. سلايم قال له عايز صانع حديد ماهر عشان يعلم اهل القريه. كايجن قال له للاسف انا مشغول حاليا، الوزير طالب مني 20 سيف سحري في خلال 5 ايام ودي مهمه مستحيله، وحتى الاحجار السحريه مش عارف الاقيها. الاخوات ال3 كانوا بيدوروا على الاحجار ساعه ما المنجم اتهدى عليهم. سلايم قال له احجار سحريه؟ انا فاكر الكلمه دي. وطلع ان دي الاحجار اللي خدها من الكهف، وادى كايجن الاحجار اللي هو عايزها. وبالرغم من ده
المهمة فضلت مستحيلة، صناعة السيف الواحد بتاخد يوم وهو عاوز 20 سيف. سلايم قال له طب وريني السيف ده كده، سيف سحري شكله بيتغير على حسب حجمه وطول المستخدم. سلايم بياكله وبيحلله وفي ثانية بيطلع منه 20 نسخة طبق الأصل. وكايجن حقق المهمة وقال له هنعمل احتفال في بيت الإلف. وسلايم قال أخيرا حققت أمنيتي، أنا أقدر أموت دلوقتي وأنا سعيد. وبيقضوا ليلة مع الخمر والنساء. واحدة من الإلف بتقول لسلايم أنا أقدر أشوف المستقبل وأقول لك مين هو أكتر شخص مرتبط بيك وهتقابله في المستقبل. بيشوف واحدة واقفة مع أطفال وبعدها بيشوفوا الشاب كل تفاصيله، وأول حاجة لاحظها إن شكلها ياباني. لكن بيخش عليهم الوزير ويقول كايجن هنا إيه اللي مخليك تسيب شغلك وتيجي تسهر؟ قال له أنا خلصت شغلي. الوزير قال خلصت؟ إزاي؟ أحم ده برضه متوقع منك، أنا كنت بديك مهمة صعبة عشان عارف إنك قدها. وبيبص جنبه بيلاقي سلايم بيقول إيه اللي دخل الوحش ده هنا، وبيمسك المية يكبها عليه. سلايم عارف إن لو عمل له حاجة ده هيجيب له مشاكل، لكن كايجن من غير ما يستنى اداله بوكسين رقدوا بيهم على الأرض. وبعدها بص لسلايم وقال له أنت كنت محتاج حرفي، أنا بنفسي حاجي معاك. وبيتم القبض على كايجن والإخوات الثلاثة وسلايم كمان معاهم بتهمة ضرب الوزير فيستا. كايجن بيقول لسلايم إن هو كان ضابط في الجيش وفيستا كان المساعد بتاعه، لكن فشل مشروع الجندي السحري اللي كان تحت إشراف فيستا والمصنع اتدمر بالكامل. فيستا زور الشهادات وقال إن أنا كنت السبب في فشل المشروع وعشان كده استقلت من الجيش وهو بقى الوزير بتاع الملك، ومن ساعتها وهو بيكرهني. لكن برغم كل ده فيستا بيحب شغله وعاوز فعلا يفيد الملك والمملكة. الوزير جه محاكمة وهو رابط ايده وبيقول له كنت قاعد في امان الله، دخل عليا الكلاب دول وضربوني. وبيتم الحكم عليهم بالاشغال الشاقة لمدة 20 سنة. الملك بيكلم كايجن ويقول له ما شفتكش من زمان. كايجن بيقول له انا بخير وسعيد اني شفتك. الملك بيقول له ايه رايك ترجع ضابط في الجيش عندي؟ كايجن بيقول له انا اسف، انا لقيت سيد جديد وهخدمه بكل ما املك. فالملك احترم قراره وعدل الحكم وخلاه نفي كايجن والاخوات الثلاثه بره المدينه. وبعد ما خرجوا بص لفيستا وقال له عندك حاجه تقولها؟ فيستا قال له لا. الملك قال له للاسف كنت حاطط طموح عليك لكنك دمرتها. شايف السلايم اللي لسه ماشي ده ادانا جرعه علاجيه بنسبه 100%، احنا اكتر حاجه قدرنا نصنعها كانت 98%، وبسبب افعالك فقدنا القدره ان احنا نعرف منه الطريقه. انا مش عاوز اشوف وشك هنا تاني. وبيطردوه. سلايم وكايجن بيمشوا من المدينة وبيرجعوا للقرية، لكن وهو بيمشي بيقول أنا ناسي حاجة. جوبتا نسيته في السجن. وجوبتا يا عيني قاعد مع نفسه في السجن وفضل مركز لحد ما الذئب بتاعه ظهر من جوه الظل وخده وهرب بيه من السجن. سلايم بيرجع مع كايجن والبقية وبيبدأوا الشغل. كايجن بيعلمهم صناعة المعدات. الأخ الأكبر كان صانع أسلحة وملابس، والأوسط صانع معدات، والأصغر كان بيصنع البيوت والطرق، وكل حاجة في القرية بقت تمام التمام. سلايم لما رجع لقى فيه 500 جوبلين كمان وصلوا المدينة لما سمعوا ان في قائد ممكن يحميهم، واداهم كلهم اسامي. وفقد الوعي 3 ايام وبعد كده فاق. في نفس الوقت في المدينة رئيس النقابة بيقول لل3 مغامرين انهم يروحوا يستكشفوا الغابة اللي حوالين كهف التنين. هم ما لقوش اثر للتنين، لكن عاوز يعرف ايه تأثير غيابه على باقي الوحوش. وهم بيتجهزوا للرحلة بيقابلوا واحدة اسمها شيزو وبتطلب منهم انها تروح معاهم وبيوافقوا. بيوصل تقرير من ريجور بانهم لقوا بشر في الغابة وهم المغامرين وشيزو، وكان بيطاردهم جيش من حشرات النمل. شيزو بتخرج سيفها اللي بيطلع منه النار وبتبدأ تقتل فيهم وما يتفضلش الا واحد، لكنها بتفقد التوازن. سلايم بيظهر ويصعق الوحش ويخفيه من الوجود، والقناع بتاع شيزو بيطير. سلايم بيرجعه لها لكنه بيلاقي شيزو هي البنت اللي العرافة قالت له عليها. بياخدهم ويعزمهم في القرية. بيدخل ويقول نكتة من لعبة كان بيلعبها والوحيدة اللي بتفهمها كانت شيزو. ولما بيكونوا لوحدهم بتقول له انا ما لعبتش اللعبة دي، لكن واحد من الاطفال اللي بدرس لهم قالها لي. شيزو بتقول له انها من اليابان وتم استدعائها للعالم ده في وقت كان فيه غارات جويه بتحصل عندها في القريه وماتت فيها امها، فهي جات من ايام الحرب العالميه الثانيه. لكن اللي ما قالتهوش لسلايم انها تم استدعائها من سحره شغالين لملك الشياطين، وكانت جايه وعليها اثار حرق من القنابل. ملك الشياطين شاف اثار الحرق فاظهر روح سماويه باسم افريت عندها القدره على التحكم في النار، ودخلها في جسم شيزو وامرها انها تدافع عنه باي ثمن وتقتل اي خطر يقرب منه. الروح بتسيب شيزو على حريتها لحد ما يظهر خطر او ملك الشياطين يأمرها، وساعتها بتسيطر على الجسم وشيزو ما بتقدرش تعمل اي حاجه، لدرجه ان في مره صاحبتها دخلت كلب القصر والكلب قرب من ملك الشياطين، فالروح سيطرت على شيزو وحرقت صاحبه شيزو مع الكلب. المغامرين خلصوا مهمتهم وجهزوا نفسهم للرجوع، لكن شيزو وهي بتخرج القناع بتاعها بينقسم نصين وتخرج النار منه، بتبدا تطير والدخان بيغطي القريه. المغامرين بيشوفوها ويقولوا شيزو، هي دي شيزو
ايزاوا حاكمة اللهب، انا كنت بحسبها ماتت من كتر ما هي مختفية. وشيزو ايزاوا هي اقوى مغامرة ظهرت في اخر 30 سنة. سلايم بيؤمر باخلاء القرية، وشيزو الدموع بتنزل من عينيها لكنها بتتبخر من قوة الحرارة وتتحول لشكل روح افريت اللي بيخرج 3 عمدان من النار وبيتحولوا لتنانين. سلايم بيهاجم افريت بهجوم نصل الماء، لكن المية اتبخرت قبل ما توصل له، فعلى طول بيستدعي رانجا ويفضل يلف حوالين افريت. سلايم بيلاقي ان هجوم التلج اللي بيهاجم بالمغامرين فعال ضد التنانين، فبيقول لها هاجميني. بتهاجمه وبيمتص التلج وبيقدر يقلده، وبيخرم 2 منهم بسهوم من التلج ويقتلهم. لكن التالت بيجي جنب المغامرين ويفجر نفسه، بيصد جزء من الانفجار لكنهم برضه بيتأذوا. سلايم بيؤمر رانجا يرجعهم القرية، بيقول له هتعمل ايه انت؟ قال له انا لوحدي هقدر اهزمه، وبيسيبه هو ويمشي. افريت بينسخ نفسه عشرات النسخ ويحاوط سلايم اللي بيهاجمهم بالتلج ويقتل كل النسخ، وقبل ما يهاجم الاصلي بيلاقي نفسه واقع جوه دايره سحريه والنار بتغطيه. هي دي النهايه، حياتي كانت قصيره في العالم، كنت عاوز ابني دوله بايدي، بس ايه ده؟ النار مش مؤثره فيا. الصوت بيقول له ما انت عندك مقاومه للحراره. قال له بجد؟ طب الف شكر. افريت حسب انه فاز لكنه بيلاقي خيوط بتلف حواليه، وسلايم بيخرج من النار بيقول له انت استهنت بعدوك وده جزاتك، وبيضخم نفسه ويبتلع افريت جواه اللي بيدخل ويلاقي عمك فلدورا مستنيه جوه. بيقول له ممكن نسلي بعض واحنا قاعدين هنا. انت بتقفل الباب ليه يا معلم؟ هنرقص دانس يا روح امك. وسلايم لما اكل افريت فصل عن شيزو اللي اتحررت منه لكنها مريضه ونايمه على السرير. بتقول له عاوز احكي لك قصتي عشان تفضل عايشه. بعد ما افريت قتل صاحبتي فضلت احمي ملك الشياطين لحد ما وصلت البطله لباب القصر. انا اللي دفعت عنه وملك الشياطين ابن الجبانه هرب، لكني اتهزمت. البطله هزمتني لكنها فضلت تتكلم معايا وعرفت قصتي وقررت تاخدني معاها. ادتني القناع ده واللي بيقلل من قوه افريت وبيخليني اقدر امنعه من الخروج، ودربتني على استخدام السحر حتى اني قدرت استخدم قوة افريت نفسه وانقذ بيها الناس. لكن في يوم من الايام البطلة اختفت، فقررت اكون اقوى واساعد الناس، ووقتها اسمي اتعرف بشيزو حاكمة اللهب. لكن عمري كان بيكبر وقدرتي على منع افريت كانت بتقل، عشان كده اعتزلت وبقيت معلمة في مدرسة للاطفال اللي جم من عوالم تانية، وواحد من الاطفال اللي علمتهم بقى المسؤول عن كل النقابات اللي في البلد. وفي اخر عمري كان في حاجة واحدة بس عاوز اعملها، عايز الاقي قصر ملك الشياطين، عاوز الاقي سيد الشياطين ليون واخليه يعترف اني كنت موجوده في العالم ده. انا بكره العالم ده اكتر من اي حاجه، واخر حاجه بتطلبها من سلايم انه ياكلها لانها مش عاوزه جسمها يفضل في العالم ده وبتموت. سلايم بياكل جسمها وبيغير شكله يبقى شبهها لكن وهي صغيره في السن، وبيكون هدفه الجاي انه يلاقي سيد الشياطين ليون ويخليه يعترف بشيزو. والمغامرين قرروا يمشوا ووعدوا سلايم انهم هيتكلموا عليه بطريقه كويسه. وفي مكان ما في الغابه واحد من الأورك ماشي وبيسقط على الارض من التعب. بيقرب منه واحد من اسياد الشياطين ويقول له هديك اسم واكل، انا جليمود وعاوزك تحكم الغابه وكل المخلوقات اللي فيها، ويكون كل ده تحت اسمي انا. سلايم بيتابع اعمال البناء في القريه اللي ماشيه زي الساعه، وبيعرف عن نفسه انه بقى عنده القدره على عمل النسخ زي اللي كانت عندي افريت. بس الاهم لما خد جسم شيزو بقى يقدر ياكل وبقى عنده حاسه تذوق، الشيء الوحيد اللي ما كانش عنده. فبيطلب من ريجورد وابنه ريجور انهم يعملوا حفله النهارده ويجيبوا كل ما لذ وطاب من الاكل. بيروح الكهف ويجرب المهاره الجديده وهي اللهب الاسود، اقوى مهاره اكتسبها من افريت، نار محدش يقدر يطفيها الا لما تاكل اللي قدامها. وبقى معاه القناع اللي بيقدر يشيل الهاله، فقرر يستخدمه طول الوقت. لكن بيوصل له طلب مساعده، ريجور في خطر، على طول بيجري على هناك ويلاقي جوبتا مرمي على الارض. مش بس جوبتا، كل الفرق اللي راحت تصطاد ما عدا رانجا اللي كان واخد منشطات تقريبا وزانق 2 من الاعداء. بيرمي على كل واحد من المصابين جرعه علاجيه ويقول لهم سيبوا الباقي عليا. ريجور بيقول له دول غيلان وعددهم 6 وباين انهم اقوياء جدا. قائدهم بيقول له اكشف هويتك، مفيش بشري يقدر يخضع الوحوش، اكيد انت ساحر ومخبي هويتك، هنخليك تدفع ثمن اللي عملته في اخواتنا. سلايم قال له انا عملت ايه؟ لكن الغيلان بتهاجمه. فقال لرانجا انت واجههم بشعر زهري وانا هقوم بالباقي، لكن اياك تقتلها. بيروح لاضخم واحد فيهم ويشله بسم الثعبان، وبعدها بيربط التاني بخيوط العنكبوت، وبيكسر سيف التالت بالجسم الصلب ويديله بوكس بيدمر درعه. العجوز قدر يحلل كل قدره عملها سلايم، وعرف القدره دي من انه وحش، عجوز محنك. سلايم قال لهم خلاص كده انا عاوز اتكلم معاكم. القائد بيقول له اصمت، مش هنسمع كلام ساحر، انت فعلا قوي وده دليل انك الشخص اللي قتلت اخواتنا.
اكيد مش شويه اورك هم اللي هيقدروا يهزمونا من غير مساعده ساحر زيك. ومن غير ما يستنى العجوز بيظهر من ظهره وبضربه واحده بيقطع ايده. سلايم بكل هدوء بيمسك ايده يمتصها وبعدها بيخرج واحده جديده وسط ذهول الغيلان. القائد بيغطيه بالنار لكنه بيخرج بكل سهوله. سلايم بيقول له خلاص انت اللي عاوز، هوريك قوتي. بيخلع القناع